في أوروبا حاليا كل صفارة إنذار بتدوي كأنها صوت بوتين شخصيا بيخبط على أبواب برلين. المستشار الألماني الجديد طلع بخطاب ناري وقال بالحرف إنه بيجهز خطة شاملة لمواجهة اللي سماه الحرب الهجينة الروسية. كلمة شكلها كبير بس وراها رعب أكبر. أوروبا كلها بترتعش من فكرة إن روسيا مش بتحارب بدبابة وبصاروخ فقط، لكن بعقل وبتكنولوجيا ونفوذ سياسي. لكن السؤال الحقيقي، هل فعلا روسيا بتشن حرب هجينة على القارة الأوروبية، ولا أوروبا هي اللي بتحارب نفسها بخوفها وبإعلامها؟ اللي جاي هيخليك تشوف الصورة من زاوية مختلفة تماما. من أول لحظة دخل فيها بوتين المعادلة العالمية، الغرب اتعامل معاه مش كزعيم لكن ككابوس. الراجل رجع روسيا من رماد التسعينيات وبنى قوة نووية واقتصادية مش سهل حد يحركها. أوروبا بقت شايفة إن أي عطل في شبكة أو طيارة درون مجهولة، أي حملة إلكترونية لازم يكون وراها فلاديمير بوتين. حتى ميرتس نفسه المستشار الألماني في مؤتمره قال إن الخوف هو سلاح بوتين الأخطر. بس في الحقيقة الخوف ده مش من روسيا، الخوف ده من عقدة النقص الأوروبية اللي ظهرت بعد ما اكتشفوا إن كل تكنولوجيتهم ممكن تتشل بكود روسي واحد مكتوب داخل موسكو. مصطلح الحرب الهجينة الغرب اخترعه لما لقى نفسه مش قادر يفسر ليه روسيا دايما بتسبق بخطوة. في 2014 لما القرم رجعت لروسيا بدون طلقة، العالم اتجنن، مش لأن روسيا استخدمت قوة خارقة، لكن لأنها لعبتها صح. استفادت من الانقسام الداخلي، من الجغرافيا، من ولاءات الناس، فكسرت أوكرانيا من جوه. ساعتها الغرب اخترع المصطلح علشان يبرر فشله في إنه يفهم. من بعدها كل حركة روسية سواء في الميدان أو على الإنترنت بقت اسمها حرب هجينة. بس الحقيقة إن روسيا ما اخترعتش الحرب دي، الغرب هو اللي اخترع المصطلح علشان يبرر خوفه منها. بوتين دايما شايف ان اقوى سلاح مش الدبابة ولا الصاروخ ولا حتى السلاح النووي، اقوى سلاح هو العقل. وده اللي بيميز الحروب الروسية الحديثة، مش ضرب مباشر لكن شلل كامل لخصمك من غير ما تلمسه. قبل ما يبدأ الغزو في 2022 اللي بيقول عليه الغرب انه غزو، كانت اوكرانيا مشلولة رقميا، المصارف وقعت، مواقع الحكومة اتجمدت، والاتصالات اتخنقت. الغرب شاف المشهد وسماه هجوم إلكتروني، لكن حقيقة الأمر إنه كان تجريب ميداني لنظام روسي جديد في الحرب المعلوماتية. النتيجة أوكرانيا اتخنقت قبل ما المعركة تبدأ أساسا. المستشار الألماني حاليا بيحاول يبيع للناس فكرة أن روسيا بتحارب حرية أوروبا، لكن الواقع بيتكلم أن أوروبا هي اللي بتحارب نفسها. أزمة طاقة، تضخم مالي، مصانع بتغلق، اتحاد أوروبي بقى عبارة عن تكتل مرتبك بيجري وراء ظله. وبين كل ده تلاقي السياسيين بيقولوا بوتين السبب، في حين أن الحقيقة المرة أن أوروبا فقدت سيادتها من زمان وبقت بتتحرك بتليفون من واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتغذي فكرة الخطر الروسي علشان تفضل أوروبا تحت جناحها العسكري والاقتصادي. يعني ببساطة الغرب بيخاف من روسيا، بس أكتر من كده بيخاف من استقلال أوروبا عن أمريكا. من كام أسبوع ألمانيا، النرويج، الدنمارك قفلوا مطارات بسبب درونات مجهولة. الإعلام الغرب قال وراها روسيا، بس لما رجعوا للتحقيقات مفيش دليل واحد، ومع كده الاتهام استمر وكأنها حقيقة مؤكدة. ده نفس السيناريو اللي اتكرر قبل كده في نورد ستريم، أنبوب الغاز اللي انفجر وكل الأصابع اتوجهت لموسكو، وبعدين لما ظهرت التسريبات اللي بتلمح لتورط أمريكي اتقفل الملف فجأة. يبقى السؤال المنطقي، لو روسيا فعلا بتحاربك ليه ما ضربتكش ضربات مباشرة رغم قدرتها؟ الإجابة بسيطة، لأنها مش محتاجة تعمل كده، هي كسبت الحرب من غير ما تضرب. وأوروبا حاليا بتعيش حالة رعب صنعوها لنفسهم. بينما المستشار الألماني بيحشد السياسيين علشان يحارب الوهم الروسي،
موسكو بتعمل حاجات حقيقية، بتوسع تحالفاتها في قارة آسيا، بتقوي وجودها في إفريقيا، بتكسب مساحات نفوذ جديدة بعيد عن أوروبا. بوتين فاهم إن اللعب مش بس في الميدان لكن في الاقتصاد والطاقة والإعلام. كل خطوة روسية محسوبة وكل خطوة أوروبية متخبطة. كل ما أوروبا ترفع صوتها روسيا تضحك في هدوء، لأنها عارفة إنها بتدير المسرح من وراء الستار. الغرب بيقول إنه بيدافع عن الديمقراطية، لكن الحقيقة هو بيدافع عن نفوذه اللي بيتآكل. وكل ما بيتكلم عن السلام بيقصد سلام بالشروط الأمريكية. بوتين من ناحية بيقرر تعالوا نتفاهم على أمن مشترك، لكن أوروبا اللي تعودت تمشي ورا الناتو مش قادرة تسمع. وكل ما ترفض الحوار كل ما روسيا تكسب وقت أكتر ومساحة نفوذ أكبر. اللي بيحصل حاليا مش حرب دبابات ولا طيارات، ده حرب وعي. بوتين داخلها وهو واثق إن أوروبا هتنهار من جواها. الناس بدأت تفقد الثقة في حكومتها، الاقتصاد بيتدهور، الإعلام فقد مصداقيته. واللي بيحصل هو بالظبط اللي روسيا كانت عايزاه. قارة خايفة بتدور على عدو ومش عارفة إن العدو الحقيقي هو جواها. مستشار ألمانيا بيقول إنه بيجهز خطة لمواجهة الحرب الهجينة الروسية. في حقيقة الأمر إنه بيحاول يواجه الخوف من الحقيقة، إن روسيا مش بتحاربهم فعلا لكنهم هم اللي بيحاربوا شبح اسمه بوتين، والنتيجة إنهم بيخسروا نفسهم قبل ما تبدأ المعركة من الأساس. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. فاجئ الجيش الروسي الجميع في عملياته الأخيرة. كان واضح جدا إن في تحول خطير بيحصل على الأرض. الكاميرات الروسية أظهرت موقع كامل لإطلاق الدرونات الأوكرانية، والمفاجأة الأخطر الموقع الواحد كان مليان بمئات الدرونات متخزنة وجاهزة للانطلاق في أي لحظة، ومعاها أطقم التشغيل المدربة. العملية الروسية دي ما كانتش ضربة عابرة، الروس قرروا يوسعوا نطاق الهجوم بشكل غير مسبوق من كييف لأوديسا لسومي، وبمشاركة صواريخ اسكندر وصواريخ كروز وحتى الطيران الحربي نفسه. الهدف الرئيسي تدمير سلاح الدرونات من المنبع. الروسي عارفين ان الدرونات الأوكرانية أصبحت ورقة ضغط قاتلة جوه العمق الروسي، فقرروا انهم يضربوا منصات الإطلاق قبل ما الطائرات دي تطير أصلا. خلال أسبوع واحد فقط وزارة الدفاع الروسية أعلنت بشكل رسمي أنها رصدت وضربت مواقع ضخمة فيها شاحنات وشحنات كاملة محملة بالدرونات. إحدى العمليات استهدفت 20 شاحنة فيها 100 درون من نوع ليوتي جاهزين للاستخدام. الضربة دي ما كانتش بس علشان تخريب معدات، دي كانت رسالة مباشرة: أي موقع هنشوفه هيتساوى بالأرض مباشرة. لكن الموضوع مش بس درونات. الروس فاهمين بشكل جيد إن نقطة ضعف أوكرانيا في الشتاء هي الطاقة. محطات الكهرباء اللي بتغذي المصانع العسكرية والسكك الحديدية والمستودعات أصبحت الهدف الأول، ومن ضمن اللي انضرب مؤخرا محطات بجهد 330 كيلو فولت في كييف، وكمان منشآت تخزين ضخمة في أوديسا وسومي. هنا يجي السؤال الأهم: ايه اللي بيخلي روسيا تركز على الطاقة حاليا؟ الإجابة ببساطة فصل الشتاء. كل سنة مع دخول البرد استهلاك الطاقة في أوكرانيا بيوصل لأقصى مستوى، ومع ضرب الشبكة الكهربائية الجيش الأوكراني بيجد نفسه بيقاتل وسط ظلام وانقطاع في الإمدادات. ده مش بس بيأثر على حياة المدنيين لكن كمان بيشل قدرة المصانع على إنتاج سلاح جديد. من ناحية تانية أوروبا كلها كانت بتعلق الآمال على قمة كوبنهاجن. كانوا عايزين يعلنوا عن خطة غطاء جوي تدريجي يحمي أوكرانيا أو مشروع جدار الدرونات لصد الهجمات الروسية، لكن حقيقة الأمر ولا قرار واحد طلع للنور. فرنسا وألمانيا وإيطاليا رفضوا فكرة بناء جدار للحماية أساسا. المجر عطلت مقترح التصويت بالأغلبية، وفي الآخر الاتحاد الأوروبي اكتفى بالكلام عن مصادرة الأصول الروسية المجمدة. بمعنى آخر أوروبا دخلت الاجتماع بدور المنقذ وخرجت بدور المتفرج.
طب في المقابل روسيا على الأرض مش واقفة. إحصائياتهم الرسمية بتتكلم إنهم ضموا 521 كيلو متر في سبتمبر، لكن المواقع الأوكرانية المعارضة بتقول لا، الرقم الحقيقي 259 كيلو متر بس. السبب ان الهجوم المضاد حصل على الارض. سواء الارقام صحيحة ولا لا، الواقع بيتكلم ان روسيا لسه بتوسع عملياتها، والاهم انهم طوروا صواريخ اسكندر وكينجال بشكل يخلي اعتراضها شبه مستحيل. يعني تقرير طلع من فاينانشال تايمز اكد ان فرص اعتراضها نزلت لاقل من 6%، وده معناه ان منظومات زي باتريوت بقت حاليا في ورطة كبرى. والدليل إصابة مصانع الدرونات في كييف ومنصات دفاع جوي اتدمرت بالكامل. هنا ندخل على المشهد الأمريكي. إدارة ترامب رجعت للصورة وبقوة. تقرير وول ستريت جورنال كشف إنهم بيدرسوا تسليم أوكرانيا صواريخ كروز جديدة اسمها باركودا. مميزاتها إن مداها 800 كيلومتر، بصمة رادارية منخفضة، ممكن تطلق من طائرات F-16. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأوكران يستطيعوا أنهم يضربوا قواعد جوية ومراكز قيادة روسية من مسافات آمنة من غير ما يدخلوا في مدى الدفاعات الروسية بعيدة المدى. والأخطر من كده، لأول مرة في تفويض مباشر من البيت الأبيض لدعم أوكرانيا بالاستخبارات علشان يواجهوا الضربات دي بدقة، بما فيها استهداف محطات الطاقة ومصاف النفط داخل روسيا نفسها. اللي لفت الانتباه أكتر إن سكاي نيوز البريطانية بتتكلم إن أوكرانيا بتحضر لعمليات ضخمة تستهدف جسر القرم. الجسر ده مش مجرد طريق طبعا بيربط روسيا بشبه الجزيرة، ده رمز سياسي لبوتين. سقوطه يعتبر ضربة نفسية هائلة للكرملين. صحيح روسيا عندها مسارات بديلة للإمدادات من خلال السكك الحديدية، لكن الرمزية السياسية للجسر هي اللي مقلقة لفلاديمير بوتين. لو الجسر انضرب وضاع، ده يبقى إعلان أن أوكرانيا تستطيع أن تصل لقلب المشاريع الروسية. هنا السؤال الكبير، وياريت تشاركونا بالإجابة أسفل الفيديو في التعليقات: هل التغيير في الموقف الأمريكي مرتبط بالتوريدات الكثيفة اللي روسيا بعتتها لإيران مؤخرا؟ هل واشنطن بتحاول تبعت رسالة مزدوجة، رسالة لروسيا إحنا لسه هنا ومش هنسيب أوكرانيا تنهار، ورسالة لإيران تحالفكم مع موسكو هيكون ليه تمن كبير؟ النتيجة اللي بتتشكل أمامنا إن روسيا بتزداد قوة الضربات الاستباقية، أوروبا عاجزة ومشتتة، أمريكا بترجع بخطوة تصعيدية ممكن تغير قواعد اللعبة. لكن هل فعلا أوكرانيا عندها القدرة إنها تضرب جسر القرم، ولا الجسر ده يظل خط أحمر لبوتين مهما كان الثمن؟ المعركة مش مجرد أرقام وكيلومترات بتكسبها روسيا على الأرض كل يوم. المعركة أصبحت حرب رموز ورسائل. اللي هيكسب في النهاية هو اللي يقدر انه يفرض واقعه، سواء بالدرون او بالصاروخ او حتى بجسر من خرسانة وحديد. السؤال ايضا اللي عايزين اجابة عليه في التعليق اسفل الفيديو: لو أوكرانيا فعلا نجحت أنها مثلا تضرب جسر القرم، هل ده هيكون بداية النهاية للوجود الروسي في الجنوب، ولا ده هيكون ذريعة لرد فعل قوي وحاسم وعنيف داخل الأراضي الأوكرانية وممكن في شرق القارة الأوروبية بالكامل، ولا مجرد ضربة رمزية؟ الروس عندهم بدائل تقدر تعوض أي خسارة. شاركنا بالتعليق أسفل الفيديو. لسه مكملين معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك. روسيا النهاردة ومن دقائق قليلة مش بس بتقاتل على الأرض، أصبحت حاليا بترسم ملامح النظام العالمي الجديد بقبضة من حديد. قوة نارية، قدرات لوجستية، وصبر استراتيجي بيكسر أي خصم أمامه. نخلي بالنا إنك لما تسمع حاليا إن أوكرانيا بتستعين بنساء مثلا من أمريكا اللاتينية علشان يحاربوا في الصفوف الأمامية، ده في حد ذاته أكبر اعتراف إن الجيش الأوكراني بينهار تحت الضغط الروسي. أحد مقاطع الفيديو اللي انتشرت على صفحات السوشيال ميديا بتبين مراكز التجنيد الأوكرانية بتكشف الحقيقة. مرتزقة من كولومبيا اسمها الملكة بتوجه رسالة للنساء في كولومبيا والبرازيل والمكسيك وبيرو على
علشان يسافروا إلى أوكرانيا ويشاركوا في القتال. والأغرب إنهم مش بيدوروا على مقاتلات وفقط، دول عايزين سيدات عندهم خبرة طبية علشان يشتغلوا كدكاترة عسكريين على خط النار نفسه. المشهد ده بيوضح لك قد إيه الروس قدروا يستنزفوا الخصم ويجبروا كييف إنها تدور على مقاتلين من آخر الدنيا، وبالمقابل روسيا بتقف زي الجبل تماما، قوتها بتتقدم في جبهات متعددة وبتضرب في العمق الأوكراني، ومخابراتها بترصد وبتتعامل بدقة مميتة. دي مش حرب عادية، دي معركة بترسم ملامح القرن كله، واللي فاهم المعادلة يعرف إن روسيا داخلة تقود اللعبة مش بس إنها تشارك فيها. ميدانيا وفي أحد اللحظات المظلمة من الليل كان أحد الزوارق الأوكرانية السريعة بيتحرك بسرية كاملة في اتجاه الأسطول الروسي في البحر الأسود. الزورق ده ما كانش مجرد قطعة بحرية عادية، ده كان جزء من عملية أوكرانية جريئة جدا هدفها كان ضرب العمق الروسي. لكن الغريب أن الروس كانوا رصدينه من أول لحظة اتحرك فيها. بمجرد ما بدأ يتحرك تم التقاطه على شاشات الرادار والأنظمة الروسية، وبدأوا يتعاملوا معاه بدرون لانست من مسافة بعيدة جدا. الروس ما اكتفوش بكده، لا، في نفس التوقيت أسقطوا سرب كامل من 14 درون أوكراني كان طالع يغطي العملية. الرسالة واضحة جدا، البحر الأسود أصبح ملعب روسي 100%، وأي محاولة أوكرانية هتكون مغامرة خاسرة تماما. لكن الحدث الأخطر ما كانش في البحر الأسود، الروس شغالين جوه العمق الأوكراني نفسه بعمليات في منتهى الدقة. الليلة الماضية فقط استهدفوا مواقع من العيار الثقيل، مصنع بيجمع صواريخ فلامينجو بعيدة المدى اللي بتوصل ل 3000 كيلومتر، أيضا محطة سلافيانسك عقدة لوجستية ضخمة لنقل احتياطات الجيش الأوكراني، كمان مصنع سالوت اللي اتحول لمخزن للدرونات ومكوناتها، وحتى منظومات باتريوت الأمريكية اللي قيل إنها اتضررت واتصابت طواقمها. الضربات دي معناها إن الروس مش بس بيستنزفوا الجيش الأوكراني في الجبهات، لا، دول بيكسروا قدراته الصناعية واللوجستية من الأساس، وبيجعلوه يعني لمدة أشهر قادمة غير قادر على المقاومة تماما. الميدان حاليا بيشهد تغيرات ضخمة جدا. في محور سلافيانسك الروس قربوا جدا من انهم يحاصروا الجيش الاوكراني. الطريق الرئيسي للامدادات سلافيانسك إزيوم أصبح تحت سيطرة النيران الروسية، يعني الروس مش لسه داخلين، لكن أي تحرك أوكراني عليه بيتضرب بشكل فوري بالدرونات والراجمات. المشهد هناك شبه بكروفسك، الروس بيلعبوا سياسة التطويق البطيء، يضغطوا من نص دايرة، يعزلوا القوات، وبعدها ينهوا المعركة لصالحهم مباشرة. في محور أوريخوف بزابورجية الروس زودوا ضغطهم بشكل ملحوظ جدا. الأسباب لأن الأوكران بدأوا يسحبوا احتياطاتهم لدعم جبهة دونيتسك، فأصبحت دفاعاتهم في زابورجية أضعف. الروس استغلوا اللحظة وضربوا مواقع متحصنة بالذخائر الانزلاقية من الجو مع قصف راجمات مكثف. ده معناه ان كييف في ورطة حقيقية، لو دعمت دونيتسك تتعرى جبهة زابورجية، لو ركزت على زابورجية يبقى الروس حرين في محاور دونيتسك. على الصعيد السياسي في صدمة هزت شرق أوروبا بالكامل. الفاينانشال تايمز كشفت أن إدارة ترامب قررت توقف برامج الدعم والتدريب العسكري لدول زي استونيا ولاتفيا وليتوانيا. البرامج دي قيمتها مليار و600 مليون دولار من 2018، لكن خلاص الكلام ده تم غلقه تماما. الدول دي اللي كانت واخدة مواقف نارية ضد موسكو اتحرمت فجأة من الغطاء الأمريكي المسموح حاليا، بس إنهم يشتروا سلاح من أمريكا فقط لكن بفلوسهم. القرار ده جزء من استراتيجية أوسع، التركيز مش على أوروبا، التركيز الحقيقي أصبح على آسيا والمحيط الهادي ولمواجهة الخطر الصيني. نيويورك تايمز فضحت حاجة تانية، الأوروبيين نفسهم ما بقوش عايزين أمريكا تضغط على روسيا زي الأول. حاليا كل طموحهم إن واشنطن فقط تفضل موجودة في المفاوضات مش أكتر، وبدأوا من أغسطس اللي فات يبعتوا إشارات لترامب إنهم مستعدين يشيلوا مسؤولية أوكرانيا بعد الحرب. يعني أوروبا نفسها بدأت تستسلم لفكرة إن الحل مش في الميدان، الحل في التفاوض حتى لو بشروط روسية ثقيلة جدا.
دخل لاعب مفاجئ في الموضوع. الهند لعبت دور مفاجئ في الأزمة، رغم أن أمريكا رفعت الرسوم الجمركية على النفط الروسي 50%. الهند أعلنت أنها مستمرة في شراء النفط الروسي اللي بيشكل 35% من وارداتها. ترامب برد غاضب ووقف اتفاقية تجارة حرة مع نيودلهي، وقال تصريح صادم: خسرنا الهند وروسيا لصالح الصين. المعادلة هنا أصبحت خطيرة جدا. لو روسيا والهند والصين اتجمعوا اقتصاديا، الغرب هيواجه كتلة عملاقة من الصعب إنه يكسرها. في وسط كل ده ظهرت تسريبات إن NBC نيوز بتتكلم إن الغرب بيدرس نشر قوات أجنبية غير تابعة للناتو في أوكرانيا. يعني تخيل، أسماء زي السعودية، بنجلاديش بدأ يتم طرحها. المهمة هي حماية مناطق منزوعة السلاح. أما الناتو والغرب فدورهم يقتصر على المراقبة من بعيد بالدرونات والأقمار الصناعية. الفكرة واضحة، الغرب مش عايز يخاطر بجنوده في الأراضي الأوكرانية، ويعلم جيدا قوة الجيش الروسي، ويعلم أن أي احتكاك لو بسيط حتى مع الجانب الروسي ممكن ينقلب على القارة الأوروبية بالكامل، ويطلعوا خسرانين خسارة فادحة. اللي بيعمله الروس حاليا مش بس ضربات عسكرية، دي تعتبر حرب أعصاب شاملة. بيحصروا جبهات زي سلافيانسك، بيضغطوا في زابورجية، بيضربوا مصانع ومنظومات دفاعية، وبيخلوا الجيش الأوكراني في حالة فقدان توازن دائم. السؤال الأهم والأخطر، وشاركونا بالتعليق أسفل الفيديو في الإجابة عليه: هل الأوروبيين ممكن يغيروا موقفهم حاليا ويقبلوا شروط بوتين قبل ما تبقى ما يصبح الأمر أمر واقع في الميدان، ولا هيفضلوا يمطلوا لحد الجيش الأوكراني ما يتعرض لانكشاف كامل في كل الجبهات؟ كل المؤشرات بتتكلم إن احنا داخلين على فصل جديد أخطر.